طبق اليوم طبق مغربي، راح أسوي الدجاج المحمر بالدغميرة. مكوناته سهلة وبسيطة وتحضيره سهل، يعني ما يبي له أي شيء. عندي هني هذه الدجاجة هني مغسلها ومنقعها بالزنجبيل والليمون وشيل عنها الزفرة. وعندي هناك زيتون وزيت الزيتون والزيت النباتي، بصل، بقدونس، كزبرة، كركم، فلفل أسود، ملح، قرفة. وعندي بعد بصل مسوي على مكعبات، وعندي سمن العضوي، عندي ثوم، زنجبيل، ربع قفشة سكر، وعندي الليمون الخل، وعندي الزعفران. هذه مكوناتها. نشوف شلون تحضيرها. تحضيراتها بسيطة وراح أسهلها عليكم طريقة. راح أحط المكونات بالخلاط وأخلطهم. الليمون تاخذونها لداخل وتحطونها. كمل الحين. حط الثوم، بعد ما طحنتها شوي حط الحين الزعفران. حط شوية الماي عشان تنطحن بها محيل. والزعفران لازم تحطوا لكم، أبون الطعم يصير حلو، زعفران أصلي. هذا زعفران مغربي الأصلي. صارت كذي جاهزة. والله الريحة، والله ودك شي تاكلها، تاخذ قفشة وتاكل من ريحتها الحلوة. هذه التتبيلة صارت جاهزة. ايش راح اسوي؟ راح اتبل فيها هذه من داخل ومن برا. هذه الطريقة تبلتها بهذه الطريقة وربطتها بالخيط وخليها على صدرها. نزل الماء الحار كذي على جنب. بعد ما نزلت الماء حط السمنة شوية مني بس، لأن بالأول أنا حاط شوية السمنة وحاط زيت الزيتون بس. هذه الطريقة هي لها كم طريقة، كل واحد واللي يسويها بطريقة. أنا سهلتها لكم وبسطتها بطريقة سهلة. وإذا كان عندكم كان وقت، في ناس يتبلونها ويخلونها بالثلاجة يوم كامل، في ناس يخلونها 3 ساعات. إذا كان عندكم وقت، أنا سويتها على السريع وحضرتها لكم يعني بهذه الطريقة أسرع، يكون أسرع لكم وأسهل. خلوا شوي يفتحوا لها كذي فتحات عشان يدش فيها تتبيلة عدل من صوب الصدر من تحت. خليها تطبخ على راحتها. سكر. هذا العيش المصري بسوي مشخول. الحين الدقيقة صارت جاهزة، خليتها تطبخ على راحتها 20 دقيقة. الحين أشيلها وأدخلها الفرن. خليها تحمر. آخر شيء بالمرقة هذه نزل البصل. أنا راح أنوع بصل الأبيض وبصل أحمر، والزيت الزيتون والزيت النباتي. السكر هذا إضافة من عندي عشان يعطي الحلا شوية بالمرقة بس. كل شوي تحركونه لما يذوب. تشوفون المرقة ما راح يصير ناقص، والبصل كله هذا يذوب. على آخر شيء نزل الزيتون. شوف لما يذوب البصل كذي
ذاب البصل، هذه الطريقة اللي أبيه. بس في شغلة واحدة اللي أنا سويتها، زدت عليها البقدونس والكزبرة صارت خضرة شوي، تشوفونه؟ بس عادي تمشي بهالطريقة هذه. إذا تبون تغير لونها أفتح من كذي خففوا من البقدونس والكزبرة، تصير مايل على الحمار والصفار. يعني البقدونس والكزبرة لا فايدة عادي، أهم شيء إنها مكوناتها وطبختها وكل شيءها. يبي بعد شوية البصل بعد، باقي له شوي. وهذه الطبخة وجهزت بهذه الطريقة. والإضافات من عندي الرز سويت بهذه الطريقة. ايش رايكم؟ ايش رايكم يا أهل المغرب؟